كتير من الناس عندهم سكر وما يعرفوش. طب ليه؟ لأن الأعراض غالبا بتكون بسيطة وبتظهر بشكل تدريجي، وأغلبنا بيفتكرها حاجة عادية. النهاردة هنتكلم عن أهم العلامات اللي تقولك إذا كنت مريض سكري ولا لأ. عندنا 10 أعراض كلها ممكن تدل على مرض السكري، وفي نفس الوقت ممكن تكون علامات لحاجة تانية في الجسم. فلو عندنا حاجة من الأعراض دي يفضل نراجع الدكتور. أول حاجة التبول المتكرر وخصوصا أثناء الليل، يعني بتحس إنك عايز تدخل الحمام كتير حتى لو أنت مش بتشرب مية كتير. ودي نقطة مهمة لأن في بعض الناس بتشرب سوائل كتير بطبيعتها فبيدخل الحمام كتير، وده بيحصل لأن الجسم بيحاول يتخلص من السكر الزيادة عن طريق الكلى. تاني حاجة ودي مرتبطة بأول حاجة إنك بتحس بالعطش المستمر حتى لو شربت مية، وده نتيجة لأنك بالفعل بتدخل الحمام بشكل متكرر فبتخسر سوائل كتير، فده بيزود إحساس العطش عندك. تالت حاجة التعب الشديد والإرهاق، وده ممكن يكون ليه أسباب كتير جدا زي نقص الفيتامينات، بس في حالة مرض السكر الجسم مش بيبقى قادر يستخدم الجلوكوز كمصدر للطاقة، مش قادر يستفيد من الجلوكوز اللي موجود، وده بيحسسك إنك تعبان ومرهق طول الوقت. 4 فقدان الوزن بدون سبب، يعني لما تلاقي نفسك وزنك بينزل بشكل سريع ومن غير سبب معلوم أكيد دي علامة لحاجة غلط. طيب ليه؟ لأن الجسم زي ما قلنا مش بيقدر يستفيد من الجلوكوز كمصدر للطاقة، فبيبدأ يروح للدهون والعضلات عشان يحللها ويبدأ ياخد الطاقة منها. 5 الجوع الشديد، وده لأن الجسم مهما كلت ما بيقدرش يستخدم الجلوكوز كمصدر للطاقة بشكل سليم، فدايما حتى بعد ما تاكل على طول بتبقى برضه لسه جعان. 6 زغللة في العين، لو بدأت تحس إن نظرك مش واضح أو في زغللة في العين ده ممكن يكون بسبب ارتفاع السكر في الدم وتأثيره على عدسة العين. 7 إن الجروح تاخد وقت طويل عشان تلتئم، لو لاحظت إن الجروح الصغيرة اللي بتجيلك بتاخد وقت طويل عشان تتعالج ده ممكن يكون بسبب ضعف الدورة الدموية الناتج عن ارتفاع السكر. 8 جفاف الجلد والحكة، وده عشان زي ما قلنا إن الجسم بيفقد سوائل كتير عشان يتخلص من السكر اللي موجود، وده بيسبب جفاف للبشرة وحكة مستمرة وبيأثر على شكل الجلد. 9 ودي علامة مهمة جدا ومميزة بشكل كبير لمرض السكر، الأعصاب من أوائل الحاجات في الجسم اللي ارتفاع السكر بيأثر عليها، فلما يبقى عندك مشكلة في الأعصاب هتبدأ تحس بتنميل في إيديك أو رجليك أو تحس بوخزات كده زي شكة الإبرة. 10 تبقى شخص بتتعب كتير، يعني بيجيلك التهابات مستمرة، عدوى بكتيرية أو عدوى فطرية متكررة بشكل مستمر، وده لأن ارتفاع السكر غير إن هو بيزود الالتهابات في الجسم فهو بيسرع التكاثر بتاع البكتيريا والفطريات، وده من الأسباب اللي بيخلينا لما نلاقي حد عنده عدوى فطرية حتى لو هو مش مريض سكر بنقول له يقلل من كمية السكريات في الأكل بتاعه. طيب نيجي لأهم سؤال في الحلقة، وهو إمتى تروح للدكتور؟ الإجابة هي لو عندك حتى لو عرض واحد بس من الأعراض دي أو أكتر لازم تراجع الدكتور فورا وتعمل تحليل للسكر، وده لأن زي ما قلنا إن الأعراض دي ممكن تبقى بسبب مرض السكر وممكن تبقى لأسباب تانية، بس لما نروح ونكشف بشكل مبكر ده بيحمينا من مضاعفات خطيرة جدا ناتجة عن عدم اكتشاف مرض السكر، لأن بعد الشر علينا جميعا مرض السكر ممكن يفضل مع الشخص سنين وهو مش عارف، وبيسبب مضاعفات خطيرة جدا، وللأسف بعض الناس مش بتكتشف غير بعد فوات الأوان، وده على عكس إنك لو اكتشفت بشكل مبكر هتقدر تتجنب المضاعفات دي وتعيش حياة طويلة بشكل صحي. وأخيرا لو استفدت من الحلقة دي يبقى هتستفيد من الحلقة دي أكتر، واللي بتكلم فيها عن جهاز قياس السكر بدون وخز.